لو انت عاوزة تفتحي قناة وتبقى مصدر ربح ليكي او مصدر دخل ليكي، او عايزة تحققي ذاتك، او عندك فكرة مثلا ان انت عايزة تشتغلي عليها وكده، او انت خايفة مثلا تفتحي القناة عشان خاطر لا تفشلي، لا انا بقولك ما تخافيش. حتى لو انت هتفشلي برضو يكفيكي شرف المحاولة، وان شاء الله ما فيش فشل ولا حاجة. كل ما بتجتهدي على الفكرة او بتجتهدي على الحاجة اللي انت بتعمليها، ربنا ان شاء الله مش هيخيب تعبك. يعني مثلا اول حاجة لازم يبقى عندك فكرة لأساس النجاح. يعني كل عمل عظيم بدايته فكرة. اول حاجة هتختاري فكرة تناسب وقتك وامكانياتك، فكرة تكون جديدة او متكررة مش مشكلة، المهم ان انت تجتهدي وتقدمها بطريقة مختلفة. وكل واحد طبعا بيبقى له الكاريزما بتاعته او التميز اللي هو بيتميز فيه. يعني انا لما اجي مثلا اقدم حاجة مش هقدمها زي ما انت بتقدميها زي ما غيري بيقدمها، كل واحد بيبقى له طريقته. طبعا زي ما انت عارفة ان اكيد في ناس هتنتقدك وناس هتشجعك، فطبعا لازم تتقبلي النقد اللي هيبقى يجيلك في التعليقات، او حتى اللي حواليكي، لان ساعات بيبقوا اللي حوالينا هم اللي بيبقوا مصدر احباط لينا. يعني ممكن تقولك مثلا يا ست قناة ايه اللي انت هتفتحيها، انت فاكرة نفسك يعني ان انت هتبقي فين؟ شوفي اصحاب القنوات بقوا فين، وشوفي انت اصلا مين اللي هيشوفك ولا مين اللي هيتفرج عليكي. يا حبيبتي دي بتبقى ارزاق. ما تبصيش لاعداء النجاح، ما تبصيش لاي حد يحبطك او يوقفك عن تحقيق هدفك. كل واحد له رزق، واكيد اصحاب القنوات دول ما وصلوش للي هم فيه يعني بالسهل. يعني ما وصلوش بسهولة، لازم اكيد ان هم تعبوا واجتهدوا علشان يوصلوا للي هم فيه دلوقتي. وكل واحد كل ما يجتهد ربنا بيكرمه ان شاء الله وما بيخيبش تعبه، وان شاء الله توصلي لهدفك ان شاء الله، وربنا يحقق لك ان شاء الله كل خير. عايزه اقول لك والله كانت في ناس كانوا فاتحين قنوات، كانوا بيبقوا فرحانين ان هم يعني 10 شاهدوهم، 20 30، يعني جالهم 30 مشاهدة، بيبقوا فرحانين ان هم جالهم المشاهدات دي، او حد شاف الفيديو بتاعهم اللي هم منزلينه. وهقولك كام مرة هتحبطي وكم مرة هتقفي وما تكمليش، وهترجعي وترجعي تاني تشتغلي. يعني معلش كلنا بيجي علينا وقت كده بنزهق وبنتضايق ونقول ان احنا مش جايلنا مشاهدات ولا مشتركين ولا الكلام ده. لكن ان شاء الله انت بس لما تتعبي وتقدمي محتوى كويس ومحتوى هادف، ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله، وهتوصلي للي انت عايزاه. وزي ما انت هتفرحي بالمدح ان شاء الله كده، لازم برضه هتتقبلي النقد زي ما قلتلك. ومفيش حد بيجتمع على حد يعني في رأي واحد. يعني مثلا هتلاقي اللي بينتقدك، هتلاقي اللي بيشجعك، هتلاقي اللي بيحبك، هتلاقي اللي بيكرهك. فوارد يعني مفيش حد اصلا يعني اجتمعوا عليه ان هو يعني ان هو كامل ما كامل الا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا افكار اليوتيوب كتيرة جدا جدا جدا، واهم حاجة ان انت تقدمي محتوى يكون محترم وهادف. وانا هقولك على كام فكرة كده تختاري منهم الفكرة اللي هتناسبك. لو انت ما عندكيش مثلا حاجة محددة، انت تكون مثلا عندك هواية، تكون عندك فكرة، يلا اقولك بقى على الافكار وانت اختاري منها اللي انت عايزاه واللي يعجبك. اول حاجة هنسمي بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة عندنا وهي قناة الطبخ. ممكن من خلال قناة الطبخ تعملي مثلا معاها معجنات أو حلويات، أو ممكن تقسمي، ممكن مثلا تختاري منها قناة، يا قناة للطبخ، يا قناة للمعجنات، يا قناة للحلويات. معانا كمان قناة لكل ما يخص المرأة، من بقى عناية للبشرة، عناية بالشعر، الميك اب. وممكن برضو في ناس بتعمل قناة بس مخصصة للميك اب. معانا كمان قناة الفلوجات. الفلوجات طبعا هي بتبقى بتشارك مع المتابعين بتوعها سفرياتها، مشترياتها، يومياتها. ديت قناة. وبعدين انت بتختاري الحاجة اللي تناسبك. قناة لتحليل الأخبار ومتابعة الترند. قناة كمان الأشغال اليدوية والأفكار المبتكرة. في بيعمل قنوات للألعاب، في قنوات تحليل مباريات،
في قناة للمعلوميات، المعلوميات اللي هي بيقولك اي مشكلة عندك في القناة، عايزة تسألي عن حاجة، عن ادسنس، عن استوديو يوتيوب، عن مشكلة حصلت لك في القناة. ففي ناس بيبقى عندهم المقدرة ان هم يعملوا الحاجات دي، على حسب بقى ما انتي عاوزة تختاري ايه. عندك مثلا بتعملي مثلا حاجات يدوية، ممكن تعرضيها من خلال القناة برضو كمشروع تاني، لان طبعا اليوتيوب برضو ماهوش دايم، وساعات بتحصل اي مشكلة القناة تنقفل ولا اي حاجة، فطبعا بيبقى الدخل بتاعها برضو ماهوش ثابت ومش مضمون. ممكن من خلالها تسوقي المشروع بتاعك، مثلا انت بتعملي مثلا عندك تورت في البيت، يعني بتعملي حلويات شرقي بقى، تورت، الحاجات دي يعني ممكن من خلالها تسوقي المشروع بتاعك لو انت حابة. وممكن برضو تعملي حاجات يدوية مثلا زي الخرز والكلام ده، او الشنط اللي هي الخرز اللي هي طالعة ترند اليومين دول. في افكار كتيرة جدا جدا، واللي هيبحث هيلاقي، وان شاء الله التوفيق من عند ربنا. عايزة اقولك تاني، ما تسمعيش لكلام حد، ما تسمعيش لحد يقولك ان القنوات بقت كتيرة على اليوتيوب. والله كل واحد له رزقه، والتوفيق بتاع ربنا. انا اعمل اللي عليا واخد بالاسباب، وان شاء الله ربنا هيكرمك. ولازم انت تبقي على طول مداومة ان انت تنزلي فيديوهات، عشان يعني مثلا انا اتفرجت على الفيديو عندك النهاردة وحبيتك، عايزة اتفرج كل يوم على فيديو عندك كمان، فطبعا مش هلاقي عندك، هروح ادور على حد تاني ان انا اتفرج عنده على اي فيديو. وعلى فكرة لو جيتي تفتحي القناة مفيش اي صعوبة فيها خالص، انت كده كده عندك حساب على اليوتيوب، او اعملي حساب جديد يا ستي. ما انتش هتعرفي تعمليه، روحي لاي سايبر، او شوفي بنتك او ابنك هم اللي يعملوهولك. ما شاء الله على على الاولاد دلوقتي بقوا يمكن عندهم خلفية اكتر منا بكتير، بقت عندهم التكنولوجيا يعني ما شاء الله عليهم احسن منا بكتير يعني. فلو هم مثلا عندهم خلفية ممكن ان هم يعملوا لك القناة، يا اما لو كانت اختك برضو عندها خلفية او واحدة صاحبتك، مش هتغلبي يعني، اكيد ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتلاقي برضو اللي يعملها لك. وطالما انت حطيتي في دماغك ان انت هتنجحي يبقى ان شاء الله هتنجحي. انا عايزه اقولك انا كنت يعني بسهر اقعد اتفرج على فيديوهات عشان اشوف القناه بتنعمل ازاي، اعمل استوديو يوتيوب ازاي، يعني هتعملي ادسنس ازاي بعد كده ان شاء الله اما ربنا يوفقك باذن الله، والقناه بتاعتك تتقبل، تكملي الشروط وتتقبلي باذن الله ان شاء الله على خير. هتلاقي نفسك بتمشي الخطوات خطوه خطوه، وبتجيبي الفيديوهات لكل خطوه انت بتعمليها، هتلاقي برضو في فيديوهات لكده. وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقك ان شاء الله، ما تخافيش. بس اهم حاجه ابدأي، ما تنكيش قاعده تقولي انا هعمل بكره بعده كمان يومين، طب لا، على طول ابدأي على طول، مفيش وقت تضيعيه تاني. انا اعرف ناس والله يعني العمر مش سبب في تعطيل اهدافهم في اي حاجه. يعني انا اعرف ناس عندهم 70 سنة وما شاء الله كان عندهم هوايات وما حققوهاش وهم صغيرين، حققوها بعد ما كبروا. انتوا عارفين انا سمعت واحد كان بيقول ان انا لو ما وصلتش ل60 سنة ما كنتش نجحت. يعني هو ما نجحش الا بعد ما وصل 60 سنة. يعني العمر مش مقياس ان احنا نقول خلاص احنا عمرنا عدى مش هنعمل الشيء ده، احنا خلاص كبرنا، الكلام ده كل ده كلام فاضي. وفي النهاية بتمنى التوفيق للجميع، واتمنى يا رب اكون فدتكم بشيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.